بخصوص ميار الببلاوي والشيخ اللي طلع يتكلم عليها وقال عليها فيما معناه اللي هي ست زانية، يعني لأنها محلل ورجعت لجوز. احنا ما نعرفش تفاصيل الدنيا ايه، احنا ما نعرفش هي مرت بإيه، ما نعرفش حياتها ايه، ما نعرفش هي ايه الظروف بتاعتها. أولا ياخد الذنب كله من ستر عبدا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. اللي هتشيل الليله دي كلها بسمة وهبه لانها فضحتها على العلن، فدي هي اللي شايله ذنبها. ما كانتش طلعت في البرنامج واتكلمت عن الموضوع ما كناش عرفنا اصلا. مش كل واحد فينا دلوقتي عارف وبيتكلم عليها. اولا هي طالعه الست منهاره من العياط، الست دي عند القلب على فكره، هي ممكن تموت في ثانيه بسبب الكلمتين دول. احنا ملناش دعوه. احنا على فكره وسنها مش صغير، سنها كبير. انا ما اعرفهاش ولا اعرف الشيخ ولا اعرف اي حاجه، انا بتكلم بصفه عامه. دي ست. ازاي دلوقتي الواحد يطلع يتكلم عن ست حتى لو حالة طلعت في التلفزيون؟ على فكرة السبب بسمة وهبة، المفروض احنا نسكت. احنا يعني بصراحة البرنامج ده انا متفرجتش عليه في رمضان. البرنامج ده انتوا ازاي بتطلعوا في رمضان تتكلموا عن اعراض؟ دي اعراض، حتى لو صاحبة الشأن قاعدة دي اعراض. انا بجد انتوا مفكوش مخ، هي كل حاجة مشاهدات واعلانات وخلاص. الشيخ اللي طلع يتكلم ده، انت شيخ. انا مش عارفه اقول لك اختك، انت شيخ عارف اللي ليك واللي عليك. انت ممكن تتكلم من غير ما تجيب اسم الحاله، انت ممكن تتكلم في نفس الموضوع من غير ما تجيب سيره الست او تجيب سيره اللي اتجوزت 11 مره ولا 50 مره ولا 100 مره. انت مالك؟ هو يوم القيامه معمول ليه؟ يوم القيامه معمول عشان ربنا اللي يحاسبنا، مش الناس اللي تحاسبنا. الناس ملهاش دعوه. لو سمحتوا بطلوا تتكلموا عن الناس. والشيخ اللي بيتكلم عن الناس ده انا ما بثقش فيه نهائي. استفتي قلبك. تفهموا حاجة روحوا اقروا عنها. عايزين تعرفوا حاجة اقروا بنفسكم عنها. ده أول آية نزلت على الرسول، اقرأ. ده أول آية نزلت على الرسول، اقرأ. ليه السهولة دي؟ ليه السهولة دي ونقعد نسمع ناس بتقول حاجات غلط وتتكلم في أعراض؟ انت خليت كام واحد دلوقتي يروح يدور على الفيديو عشان يسمعه؟ خليت كام واحد دلوقتي يقول عليه دي زانية، دي مش عارفة ايه، دي ايه. خليت كام واحد دلوقتي يتكلم عنه؟ يخرب بيت كده، ده مفيش ستر. مفيش ستر، ما سترهاش. استغفر الله العظيم يا رب، والله استغفر الله العظيم. انا بجد الناس دي ازاي عايشه في الدنيا معانا؟ انت شيخ وازاي عايش معانا هنا؟ انت عايش هنا بجد يعني، عايش في وسط بني ادمين وعارف ان انت طالع دلوقتي بتتكلم و50 مليون واحد شافك؟ انت متخيل ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل.